السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت معكم بعد غياب وجبت لكم فصالة نتاع الروب المطروزة. عارفة باللي راه ياسر من البنات عندهم مشكل كيفاه يبطنوا ويفصلوا الروبة المطروزة. إن شاء الله اليوم راح نفصلوها مع بعضنا وراح تستفيدوا معايا. هيا إلى طاولة التفصيل. وهنا يا البنات أنا في طاولة التفصيل. واش نحتاجو في طاولة التفصيل؟ نحتاجو المقص نتاعنا أكيد، والمتر، القلم اللي نرسم به، والمساطر. المهم يا البنات واش راح نديرو؟ أول حاجة راح نفصلو الأمام وحده، راح نفتحوه كامل على الطاولة نتاع التفصيل ونرجع معاه. نريقلو القماش نتاعنا الخلف هكذا، ونرجعو نجيبو الأمام نرجعو نجيبو الأمام ونريقلوه كيما هكذا. شوفوا البنات، نخلو هنا 1 سنتيمتر أو 2، إذا عندك القماش كبير خلي 2 سنتيمتر. شوفوا البنات هنا حق الخياطة للخلف. نريقلو قماشنا الكل ونبداو التفصيل. اللي عندها قياسات راح تخدم بيهم تدير قياسات، واللي عندها الروبة اللي راح تستعملها تدير الروبة نتاعها. لازم تريقلوا مليح يا البنات قبل ما تفصلوا باش تجينا الروبة مريقله. وهنا البنات ريقلنا القماش نتاعنا كيما قلت لكم لازم تريقلوا مليح. راح نخلو 2 سنتيمتر او 1 سنتيمتر حق الخياطة من الخلف وهذا الامام. شوف هذا الخلف معناها عندنا 4 قطع. اول حاجة راح نديروها كيما قلت لكم، اللي عندها مقاسات راح تكتب المقاسات وكل شيء، واللي عندها روبة اللي راح تخيط عليها تحط الروبة اللي راح تخيط عليها. كيما انا عندي الروبة راح نريقلها ديريكت ونحط نخيط عليها، وهذه للمبتدئين اسهل هكذا. نخلي شوي وديما نتبع الطرزة. شو البنات الطرزة هنا تنتهي، لكن انا راح ندير هكذا نزيد 3 سنتيمتر حق الفصالة. والروب يا البنات هذو المطروزين راهم يجوا طوال ياسر، معناها حق اليدين راح تنحيه من طول نتاع الروبة. نريقلو قماشنا مليح مليح ونرجع معاكم. وهنا يا البنات ريقلت الروبة نتاعي، ومن الاحسن تقلبوها باش تعطيكم زيادات حق الخياطة. شوفوا كيفاش. اول حاجة راح نديرها هي راح نرسم الكتفين نتاوعي. هنا راهي مختلفة شوي الروبة، جبت لون احمر باش يبان. متعودين نرسمو هكذا ونطلعو، لا لكن المرة هذه هنا مش راح نمسوه لانه عندنا رقبة مطروزة. راح نجو نخلو قيمة الخياطة 3 سنتيمتر ونديرو خط مستقيم هكذا، ونجو وين حابسه الطرزه. شوفوا البنات الطرزه نتاعي راهي هنا، شوفوا هنا تحبس الرقبه نتاعي، وانا راح نزيد 8 سنتيمتر حق الكتفين كذا، ونكمل 1 سنتيمتر حق الخياطه، معناها 9 سنتيمتر.
شوفوا البنات، نرجعوا هذه لبلاصتها، نجو هنا شوفوا البنات اللقطة كيفاه، نرجعوا هذه اللور ونديروا هنا الهبطة تاع الإبط، ومن بعد نجيبوا المسطرة نتاعنا ونحطوها بهذا الشكل. المسطرة جاية مقوسة، ونحطوها بهذا الشكل. شوفوا البنات، ونرسموا رسمتنا اكيد، وديما نخلو حق الخياطة. شوفوا البنات هكذا، وهنا نعاود معاكم. احنا راني ما هبطتش 8 سنتيمتر، جيت مستقيم، خليت على الطاجة 3 سنتيمتر حق الخياطة والتبطين، جيت هنا درت 8 سنتيمتر حق الكتفين و1 سنتيمتر حق الخياطة. نزلت هنا على قد الروبة اللي عطاتها لي زبونتي، اكيد هي راح تكون من 24 25 على حسب نزول نتاع الزبونة، عفوا نزول تاع الابط تاع الزبونة. واش راح ندير بعدها؟ راح ننزل هكذا، راح نكمل مع الروبة نتاعها. شوفوا البنات، راح نكمل مع الروبة نتاعها. حاجة واحدة راح نديرها اللي هي راح نطوي شوي هكذا من الروبة لحق الخياطة، وراح ندخل هكذا شوي فقط، لاني انا مش راح ناكل في الخياطة الا 1 سنتيمتر هكذا. شوفوا البنات، ونكمل ننزل لحد ما عندي اللارج نتاع الروبة نتاعي، يعني وين يحبس اللارج نتاعي. ونكمل هكذا البنات حتى نطول نتاع الروبة نتاعي. راح نجبدها شوي باش نصور لكم، ونكملوا نهبطوا حتى يكون عندنا اللارج اللي نحوسوا عليه قد الروبة نتاعنا. ننزلوا يا البنات على الروبة نتاعنا 4 أو 5 سنتيمتر، وهنا بعد ما خلينا 4 سنتيمتر زايدين تاع الطول، نهزوا هذه الروبة ما عدناش نحتاجوها. واش نديرو؟ نطلعوا هنا 3 سنتيمتر هكذا، وننزلوا البنات هكذا. شوف مثلث، مثلث البنات، شوفوا ننزلوا مثلث هكذا ونديروا خط. المهم نكملوا بنفس الطريقة ونديروا خط، نحدوا الخط نتاعنا مليح، وهنا راح يبقى مستقيم هكذا. ان شاء الله يكون واضح الفيديو. تبقى واش نديروا يا البنات؟ نرجعوا الرقبة نتاعنا ونبداو نقصوا ونخدموا فيها. نزيد نفهمكم شوي، راح نخلو 2 سنتيمتر هنا، وكان ما عندكش القماش بزاف ولا المرأة قرونتو طاي ديري 1 سنتيمتر فقط. شوفوا هنا انا رسمنا، وانا راني استعملت الروبة نتاعي، معناها ما استعملتش القياسات باش نعطيكم القياسات. بسم الله نبداو نقصوا خدمتنا. اول حاجه نقصوها هي ننزلوا حردة الابط هكذا. بسم الله بسم الله. ثاني حاجه
هكذا البنات. شوفوا الخدمه كيفاه نجبدوا القصه نتاعنا جيت له قماشنا مليح مليح، ونكملوا نقصوا حتى للاسفل هكذا. نتبعوا الخط حتى للاسفل، ودائما نخلو 1 سنتيمتر حق الخياطة. نركزوا مليح قبل ما نقصوا. ونكملوا الى اخره. كما طلعنا 3 سنتيمتر هنا نكملوا مع الخط. وهنا فصلنا الربع نتاعنا، راح نحو الخلف، الامام وحده اسفل، ونخلو الخلف. انا هنا مانيش راح ندير بنسز للجوبة نتاعي. ثمانية خلي ديما نوجه ليا القماش انا باش يساعدني على القص. بسم الله. 8 سنتيمتر، خلو 2 سنتيمتر حق الخياطة اللي خليناها قبيل ما نمسوهاش. من بعدها مشي من هنا نحسب 8 سنتيمتر، لا بعدها نحسب 8 سنتيمتر. هكذا نديروا الرقبة نتاعنا، ننزلوا الرقبة دائرية وصغيرة. راح ننزل 4 سنتيمتر، 1 سنتيمتر حق الخياطة، ونزيد هنا 1 سنتيمتر حق الخياطة بين الكتفين. ركزوا معايا البنات، شوفوا درت من هنا خليت الحق 2 سنتيمتر حق خياطة الخلف هكذا. هنا درت 8 سنتيمتر حق الكتفين، زدت 1 سنتيمتر حق الخياطة، نزلت 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر. نتأكد يا البنات 4 سنتيمتر و1 سنتيمتر حق الخياطة. نرسمو هكذا وننزل البنات. شكل دائري. ومن هنا يا البنات راح ننزلو 2 سنتيمتر. نجيبو المسطرة نتاعنا نقوسو على شكل مثلث هكذا. شوفوا البنات هكذا. هذا الخلف فقط، الامام راح نفصلوه وحده. شوفوا البنات شوفوا هكذا. هذا الخلف نتاعنا. بعد راح نخيطوا على بعد 2 سنتيمتر من الخلف وخلاص. نضموا الخلف نتاعنا ونحطوه على جنب، ونجيبوه الامام. اسفه، جيبوا الامام. هذه المره راح نطوه على جهه القماش الصحيحه، ماشي من جهه القماش الاخرى. شوفوا يا بنات سهله جدا.
اول حاجه راح نديروها انه احنا مش راح نقدروا نتحكموا في عرض الرقبه نتاعنا، هكا راح نتبعوا اسفة الطريزة 8 سنتيمتر كيما الخلف نتاعنا، و 1 سنتيمتر حق الخياطة. دركا واش نديرو البنات، على بعد 2 سنتيمتر او 1.5، شوفوا هكذا كذا ندير خط، نزيد نمشي بنفس الشكل وندير خط، نزيد نمشي بنفس الشكل وندير خط، نزيد نمشي بنفس الشكل وندير خط، ونبقى نتبع هكذا حتى نكمل الطريزة نتاعي او الرقبة الدائرية نتاعي. شوفوا البنات ان شاء الله تكونوا تفهموا فيا. شفتوا على بعد 2 سنتيمتر. وكمبتدئة من الأحسن تفتحيها، لأنه كنت تحطها في بعضها راح تجيك مش مريقة، وتزيدي نفس الشيء 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، ومن بعد تقصي الرقبة نتاعك. ونكمل هكذا. وهذه الفتحة يا بنات اختيارية، تحبي تفتحيها تحبي لا. نقصوا الرقبة نتاعنا، وهنا هذه راح نبطنوا بها، نتبعوا قد بشوي بشوي البنات، ما تزربوش رواحكم باش ما تفسدلكمش الغرفة. شوفوا هكذا رانا مريقلين. دركا واش نديرو، نرجعو نطويها هكذا. نرجعو يا البنات هنا راح نديرو 2 سنتيمتر هكذا، وراح ننزلو هنا 3 سنتيمتر، وراح ننزلو هكذا. شوفوا كيفاه شكل هكذا، وراح ندخلو هنا 1 سنتيمتر، هذا من الامام. الخلف نخلوه كيما راه هنا ونحبسو. شوفوا كيفاه هنا مش راح ندخلو 3 سنتيمتر لا، وهنا مش راح ندخلو لا، راح نجو هنا برك ندخلو 1 سنتيمتر هكذا. ان شاء الله تكون واضحه الفكره. راح نقصوا الخدمه تاعنا، لا راح نفصلوا مع بعضنا اليدين. وهنا يا البنات راح نفصلوا اليدين نتاعنا. طول اليدين ناخذ اول حاجه اللي هي طول اليدين. طول اليدين عندنا 60 سنتيمتر. اول حاجه نديرو خط باش نريقلو اليدين تاعنا وبدايه اليدين، لانه القماش راح تلقاه مش مريقل هكذا. ثاني حاجه واش نديرو، ناخذ مقاس 60 سنتيمتر، هو 58، لكن انا زدت 2 سنتيمتر حق الخياطه. 60 سنتيمتر. نجي هنا وندير خط، ان شاء الله يكون واضح عندكم الصورة. نجي هنا وندير 10، وننزل هكذا. شوفوا البنات انا راح نرسم
كذا قوس. هو من المفروض هنا نديرو خط وننزل 11 سنتيمتر هكذا. من هنا نخرج مستقيم للنقطة الأولى اللي درتها هكذا البنات. نزيدو ننزلو شوي، نخرج مستقيم للنقطة اللي درتها. شوفوا البنات هكذا، نخلو 1 سنتيمتر حق الخياطة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ريقلو قماشنا مليح قبل ما نقصو، انه اي طيات او ديفو راح يخرج لنا بعد في اليدين. ان شاء الله يكون واضح عندكم الصورة وتكونوا فاهميني. ديما اقلبوا هكذا القماش وتأكدوا من القماش. بسم الله والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونبداو نقصو. انا مخليه الخط وزدت شوي تقريبا 1 سنتيمتر، وانتي تقدري تمشي معاه قد قد. نقصو هكذا وننزل معاه ونخرج ديريكت. البنات شوفوا، وهنا عندنا ايدين. نجو هنا نديرو هذو اليدين نتاعو هنا. هذا القماش نحو منه تاع التبطال وما عادش نحتاجوه. نروحو دركا للخياطه. وهنا حبوباتي هاني جبت قطعه قماش اللي راح نبطن بها، درت لها السورجي على الاطراف هكذا. ودرك واش راح نديرو، راح نجيبو الروبه نتاعنا ونحطو الجهه المطروزه كيما هكذا، نحطوها على وجه هكذا. شوف الوجه على الوجه، الجهه هذه هكذا، نحطو الوجه على الوجه كيما هكذا، ونديروهم كيما قد بعضها. كمبتدئه من الاحسن تثبتيهم من هنا بليزيبانجل ومن هنا بليزيبانجل، وانا راح نديرها هكذا بدون بليزيبانجل. شوفوا البنات هكذا. وهنا يا البنات راح نمشي هنا تحت الخياطه تحت الطرزه طول. شوف هكذا البنات، راح نحط الرجل تاع الماشينه هنا ونمشي تحت جنب الخياطه طول. اكيد درت خيط مناسب للقماش، لون القماش. ونبدا بسم الله. ان شاء الله يكون واضح ليكم. خليني نقرب لكم الكاميرا شوي هكذا. كملوا كامل خياطتنا البنات. هو من المفروض نفتحوا هذه المكان، لكن انا مش راح نفتحه، راح نتخلى عليه. نكملوا بنفس الطريقة. شوفوا
حبوباتي هكا. شوفوا دركا واش نديرو، نقطعوا الخدمه نتاعنا. شوفوا بسم الله، استغفر الله استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. نحو الزايد هذا كامل اللي عندنا، خلو على بعد نصف 1 سنتيمتر. هكذا. من بعد واش نديرو كالعاده، وراني دايره طريقه التبطين في فيديو اخر، تقدري تدخلي لقناتي وتشوفيه. اسهل ما يكون هي البنات. شوفوا هكذا عندنا من الخلف، وهكذا راح ندوروها للامام. شوفوا البنات دركا واش راح نديرو، راح ندورو هكذا ونديرو خياطه هنا. بسم الله. كما قلت لكم راني دايره طريقه التبطين. شوفوا حبوباتي هكذا كملت التبطين نتاع روبتي من الامام. شوفوا دركا واش راح نديرو، راح نضربوها بالمكواة ونحو الزوائد اللي جايين في الاطراف كيما هكذا تاع البطان اللي ما نحتاجوهمش، ونجيبو الخلف ونبداو نبطنو فيه. هنا ثاني عندنا قطعة قماش درت لها السورجي، وكالعادة كما فهمتكم قبيله نجيبو الخلف نتاعنا، وكون ثاني درت له السورجي وخيطته من الخلف. شوفوا البنات هكذا نفتحوا اللقط، نفتحوا هذه نحطوا الوجه على الوجه هكذا. هكذا حبوباتي. شوفوا ثبتوا هنا دبابيس اللي تحب او كمبتدئة تكون اسهل لها، ونخيطوا هنا. على بعد 1 سنتيمتر. ان شاء الله تكونوا فاهميني وفاهمين وش راني نحكي، يكون كلامي والشرح بتاعي مبسط. اذا ما فهمتوش اي حاجه خلولي في التعليقات، وما تنساوش ديروا اعجاب ودخلوا القناه شوفوا فيديوهات استفيدوا منها، ديروا مشاركه. هكذا البنات نحو الزوائد. اللي عندها اي سؤال او اقتراح
او حابه تتعلم حاجه تخلي لي في التعليقات، وان شاء الله راح نكون ملي نقرا تعليقاتكم وراح نستجيب لكم. راح نقلبوا البطان كما متعودين، ونزيد نعاود لكم راني حاطه طريقه التبطين، يعني تقدروا تدخلوا القناه وتشوفيها. بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. بسم الله. هنا يا البنات بطنت الخلف نتاعي، شوفوا هكذا. شوفوا يحتاج الى مكواة فقط، ونرجعوا مع بعضنا نكملوا الفيديو ونلصقوا الكتفين بكل سهوله. هنا يا البنات بعد ما حددنا الخلف نتاعنا والامام، راح نديروا خياطه من الخلف نشدوا اختياريه، لاني انا لصقت بالفازلين، شريط الفازلين اللي لصق، وانا نحب نشدها من الخلف. انا قلت لكم يبقى اختياري، هي اللصقه نتاع شريط الفازلين راهي تلصق مليح، تصلح مكانش كي الماشينه تلصق احسن. شوفوا البنات ندوروا هكذا ونحو الزائد، عندنا شوي زائد هنا نحو. نجيب الامام نتاعي، شوفوا البنات راني لصقته بشريط الفازلين، بصح راح نزيد نشدو شوي. راني قلت لكم مع الغسيل ومع المداومه راح تتنحى. راح ندير خط هنا بركه، لانه اصلا الخط اسفل الخيط نتاع الكبه نتاعي نفس لون الروبه، معناها مش راح يبان اصلا راني مدايره خط. نشدوا البطانه نتاعنا كيما هكذا، نحو الزوائد كشي زايد هنا هكذا. دركا كيفاه راح نخلصقوه، شوفوا راح نجيب الخلف والامام نتاعي ونحطوهم على بعضهم هكذا، الرقبه على الرقبه هكذا، ونخيطوا على بعد 2 سنتيمتر. انا ننصح المبتدئين يديروها بليزيب بانكل، خير لهم تجيهم اسهل. سوا نشرح لكم كيف يديروها بليزيب بانكل وتجيهم اسهل من هيك. هنا يجيبوا الخلف والامام ويحطوهم سوا هكذا ويلصقوهم بليزيب بانكل هنا وهنا. انا ما نستعملهمش، لكن ضروري جدا للمبتدئين باش ما القطيفه رطبه اسفه باش ما تفلتش. راح نديرو هنا على الاطراف السورجي ونرجع معكم. ما ننساوش باش نمتنوا في البدايه نتاع الخياطه هنا وفي الاخر الخياطه باش من بعد ما تتلفش اسفه. وهنا يا البنات بعد ما درنا السورجي على الاطراف نتاعنا، شوفوا كيفاه راح نفتحوها كيما هكذا، هي الاطراف، ونديروها على جهه الخلف ونشدوها بالخياطه هكذا. شوفوا هي راهي هكذا لصقناها، درنا السورجي، دركا نفتحو هكذا ونجيبو على جهه الخلف، هذه جهه الخياطه وهذه جهه الخلف، ونركدوه هكذا على جهه الخلف ونديروا لها خط نتاع خياطه. بسم الله. ان شاء
الله تكون الصورة واضحة عندكم. البنات شوفوا كيفاه لصقناه. دركا كتفين لاصقين عندنا. يلا دركا نجيبو اليدين ونلصقوهم. شوفوا البنات راني كنت سورجيتهم من الاسفل ودرت لهم كفه على بعد نصف 1 سنتيمتر. دركا نجيبو المنتصف نتاعنا نرجعو الايد كيما هكذا ونجيبو المنتصف نتاعنا نديرو هكذا. هذا المنتصف نتاعنا. يلا يا بنات لصقوا الايد، حطوها هكذا. شوفوا هكذا ونبداو نلصقوا فيها. نديرو بلية او 2 هنا باش تعطينا وسع للروبة. نديروهم صغار. شوفوا هكذا. نروحوا من الجهة الثانية. كملنا هذه الجهة نروحوا من الجهة الثانية نحطوا هكذا ونبداو نخيطوا. البنات اللي ما عندهاش السورجي تقدر تستغني عليه في القطيفه. القطيفه راهي ما تستمصرش وما يتلفش قماشها، يعني مش لازم. هنا لصقت الايد نتاعنا. شوفوا ردوها كيما هكذا. نلقاو البليات درتهم عشوائيين. نكملوا الايد الاخرى. هنا جبنا الايد الاخرى ونزيدو نحدوا المنتصف نتاعها هكذا البنات. شوفوا نديرو شوي بالمقص هكذا ونرجعو نكملو نلصقوها كيما لصقنا اختها. البليات انتي تختاري قداش ديرين وحده، معناها ماشي لازم ديري زوج وماشي لازم ديري اصلا. اذا مش حابتهم تقدري ديري اكثر من 2 عادي جدا. كملنا الربع اسفل الايد الاخرى. نروح نديرلها السوجي في مكان اللي خيطناه ونجيو نلصقوها معانا ورانا قربنا من النهايه نتاع الربع. وهنا يا حبوباتي بعد ما درنا السوجي على الاطراف اللي خدمناها نتاع اليدين
نجو نلصقو اليدين نتاوعنا ونلصقو الروبة مع بعضها كيما هكذا على بعد 1 سنتيمتر. نكملو لصق الروبة كل مع اليدين. شدوهم مع بعضهم البنات كيما هكذا، شدوهم هكذا ونخيطو ميجيناش جنب اطول من جنب. بعد في النهاية يجونا قد قد، ميجيناش واحد اطول من واحد. هكذا شوفوا النهاية نتاعي زين قد قد، كاش واحدة اطول من واحدة. نزيدو نكملو الجنب الاخر. نديرو السورجي في الاطراف يا البنات ونثبتو خدمتنا بالسورجي كله نظفوها ونرجع معاكم. وهنا يا البنات بعد ما سورجينا الروبه نتاعنا كامل دورنا عليها بالسورجي وسورجينا الاسفل، راح نديرو كفه رقيقه جدا نصف 1 سنتيمتر. وهنا تكون انتهت المرحله نتاع الخياطه نتاعنا. نظفوا خدمتكم بنات، تطلعوا حتى خيوط.
هنا كملت روبتنا لنهار اليوم. خلينا نشوفوها مع بعضنا في المانكا. كملت الروبة نتاعنا ولبستها المانكا وخرجت ما شاء الله البنات. شوفوا، وكنت زدت لها هنا شوية حجار إضافة فقط، اللي يحب يزيدها اللي يحب لا. شوفوا ما شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، متابعة للقناة، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو في رواحكم.